أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارت كاسة. وبيسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي مع نخبة من أبناء مجتمعنا الشركسي في حلقة راح نتحدث فيها عن الحوارات على وسائل التواصل الاجتماعي من زوايا مختلفة، إيجابياتها وسلبياتها. بيسعدنا بهذه الحلقة أن نستضيف السيد ديب قات، وهو ناشط اجتماعي ومهتم بالقضايا الشركسية أيضا. أهلا وسهلا فيك أستاذ ديب. ومعنا كمان المهندس كمال جلوقة، وأيضا من الناشطين في القضايا الشركسية. أستاذ كمال أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أيضا معنا الأستاذ المحامي محمد الداغستاني، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان. أستاذ محمد أيضا بنرحب فيك. في بداية الحلقة بدي أقول لكم ولا المشاهدين كافة كل عام وأنتم بخير. امبارح كان يوم العالم الشركسي، وأيضا نحن في شهر رمضان الفضيل، والعيد الفطر المبارك قرب، فكل عام والأمة الشركسية بخير. طبعا الموضوع اللي احنا بنحكي فيه موضوع أصبح أحد المواضيع اللي بيتم التطرق لها في حياتنا اليومية. التواصل والحوارات على وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مادة مهمة في حياتنا اليومية، إيجابياتها وسلبياتها. أحيانا احنا بنشعر في الإيجابيات اللي عم ناخذها أو عم نتثقف فيها من وسائل التواصل الاجتماعي، بس بنفس الوقت يبدو أنه في بعض الثغرات موجودة، ولا بد من أنه كمجتمع شركسي أنه نتحدث مطولا فيها إلى أن نصل إلى صياغة بتكون هذه الأدوات بتفيدنا كمجتمع، ولا يعني بنحاول نخفف من الضرر اللي ممكن أنه يطلع منها. احنا بعد الإذن من الأستاذ ديب بدنا نبلش مع الأستاذ كمال جلوقة. المهندس كمال جلوقة، أنا حابب أني أدخل معك بسؤال حول قضية. حضرتك أجريت زي كويستشنير. في الكويستشنير أنت حكيت أنه لوحظ مؤخرا تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار والسياسات الخاصة بمواقف الدول والمنظمات والأحزاب السياسية، أو في منع الجماهير من الوصول إلى مصادر الأخبار الصحيحة، وحتى حجب بعض المواقع من قبل بعض الدول. فهل شكلت منصات التواصل الاجتماعي بالنسبة إليك شخصيا مصدرا هاما للمعلومات؟ وهل ساهمت هذه المنصات في اتخاذ موقف ما من القضايا المعروضة؟ حضرتك عملت هذا الكويستشنير ووزعته وحصلت على نتائج، فهل من الممكن أنك تعطينا لمحة عن هذه الدراسة؟ نعم، الواقع هذا الكويستشنير أنا حطيته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك بالذات، وتوقعت أنه يلقى يعني استجابة كبيرة، لكن الاستجابة كانت متواضعة. وبقدر أقول أنه في معظم الاستجابة، في معظم الأجوبة كانت في الجانب المتشكك في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا فاجأني الواقع، لأنه يعني أنا عندي نظرة بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي أنه يجب أن نستفيد منها إحنا كمجتمع شركسي، وأي مجتمع، يعني أي مجموعة يعني تتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، مفروض أنها تستفيد من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مجرد ذكر يعني السلبيات التي واجهوها، خلينا أقول، في هذا المجال. لكن يعني كانت إجابات مطولة لا مجال للخوض فيها، وخاصة أنه بديش أحكي بالأسماء يعني، بس بشكل عام كانت الإجابات يعني تنم عن معرفة بقدرات وسائل التواصل الاجتماعي
في القضايا التي تهم الأشخاص اللي أنا موجودين على إحدى الوسائل اللي بيشوفوا منشوراتي اللي هي على الفيسبوك. يبدو أنه معظمهم كانوا يعني ليسوا من هواة خلينا نقول التسلية، بل كانوا أشخاص جديين يحاولوا الوصول إلى بعض مصادر الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا بالذات كان يعني الفكرة اللي عندهم إنه هذه الأخبار ليست دائما موثوقة، ويمكن أن تكون اللي بيحط الأخبار لديه أجندة داخلية أو خارجية من خلالها. يعني هم بعضهم كمان لأنه من كبار السن، يعني من سني أنا تقريبا وأصغر شوي، قارنوا هذا الكلام بوسائل التواصل العادية اللي هي زي الصحف والمجلات والتلفزيون، التي ارتأوا أنها بسبب أنه يعني تخضع لرقابة أكبر، والإعداد تبعها بيكون يعني مصروف عليه وقت وجهد، فبيمكن بيعطوا صورة أشمل شوي، طبعا مع المآخذ على كل الوسائل الإعلامية بأنه لديها أجندات خاصة. يعني أنت بتعتقد أنه في الفيسبوك كوسيلة دخلت في يعني بكل البيوت أو اهتم فيها معظم الناس، هي قد تكون أداة تستخدمها بعض الدول أو بعض الجهات المتنفذة، يمكن هذا اللي أنا فهمته يعني؟ بالدرجة الأولى اللي بيستفيد من الفيسبوك ومن الوسائل التواصل الاجتماعي هو اللي مروجي البضائع والخدمات. نعم. لأنه هدول أصلا هم الهدف الحقيقي للذين أنشأوا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني مثلا إحنا بنشوف الوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مجاني كمستعملين، لكن بتطلع لنا في بين فترة وفترة إعلانات، فحسب حجم المشاهدين أو جمهور المشاهدين بتقوم هذه الجهات المعلنة بدفع مبلغ قد لا يكون بسيط إلى أصحاب هذه الوسائل الاجتماعية، مما يجعلها تحقق أرباح، يعني بالمليارات بيحققوا أرباح كل سنة هذه الوسائل الاجتماعية. زي في الدكتور معن قضامين عنده يوتيوب، عنده نشرة عن هذا الموضوع شاملة بتبين أنه بمئات المليارات يعني حجم هاي التجارة اللي تعتمد على الخدمة المجانية اللي بيقدموها للمشاهد العادي. نعم. طبعا يعني احنا مشان كمان نحط المشاهدين بصورة أوضح عن ضيوفنا اللي عم بنقابلهم، يعني حبيت كمان يعني أستاذ كمال، باش مهندس كمال، تحطنا بس بصورة قصيرة عن من هو كمال جلوقة في العمل الاجتماعي الشركسي. يعني طبعا احنا بنعرف بعض باش مهندس، وانت ما شاء الله من ايام الجامعة لما كنت بتركيا وأنت ناشط في مجال القضايا الشركسية، وأيضا كنت رئيس سابق لنادي الجيل وعضو بالهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية في الأردن أكثر من دورة، وطبعا لك مساهماتك الواسعة بهذا الموضوع. وطبعا لا شك أنتم عائليا مهتمين بالقضايا الشركسية، فبسلان ابنك رئيس جمعية أنقرة، وكذلك بلان معروف بنشاطاته في المجتمع الشركسي، فأنتم عائليا منتمين للقومية الشركسية وتعملون من أجلها. لمحة، أنت كيف حابب تعرف الجمهور عن نفسك باش مهندس؟ والله أنا بدي أحكي
عن تجربتي الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا صار لي حوالي 50 سنة أو أكثر بشتغل زي ما حكيت، زي ما تفضلت، في العمل العام الشركسي، سواء في تركيا أو في الأردن أو في زياراتنا إلى القفقاز. وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي أنا متبني لطروحات معينة تتعلق بالقضية الشركسية، وأحاول من خلالها أن نتفاعل مع هذه القضايا بشكل أو بآخر، وهذا بيأخذ جزء من وقتي. وأيضا قمت بإعداد عدة محاضرات حول الموضوع العام اللي هو القضية الشركسية بجوانب مختلفة، وأحد هاي الجوانب هو كيف نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي في 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 تقدم أو في تقديم قضيتنا إلى العالم بشكل أفضل. شكرا باشمهندس. أستاذ ديب قات، يعني احنا تشرفنا اليوم بمعرفتك. احنا طبعا من خلال الفيسبوك سمعنا وتابعنا بعض الأنشطة وبعض الآراء اللي تطرحها في مجال القضايا الشركسية المختلفة، وبنعرف أنك ناشط في نالتشيك، وقمت بالعديد من متابعة الأعمال الخيرية، وبعتقد يمكن لك علاقة في منظمة العودة، ويمكن كمان مجموعة باريت في نالتشيك، ما بعرف بالضبط، يعني أنت يمكن تنورنا بهذا الموضوع. وبرضه كان لك دور في الميثاق الشركسي اللي تم وضعه لتنسيق والعمل بشكل أفضل بالتعامل بالحوارات بالفيسبوك. فهذه خلفية ممتازة جدا، ويمكن حضرتك كمان ممكن أنه تعطينا فكرة أفضل عن من هو السيد ديب قات ونشاطاته في مجال العمل الشركسي. تفضل أستاذ ديب. أنا رجعت على القفقاز في 2012 طبعا بدعوة من الجمعيات بعد الصراع السوري. استقبلونا القبردية طبعا وحضنونا، ووزعوا علينا بيوت وتموا يرعونا لحد الآن تقريبا. اللي لسه ما وقف على رجليه أيضا ما زالوا يدعموه. العائدين نحن وقت رجعنا شكلنا لجان قرى ولجنة مدينة وإلى لجنة عامة مشان تضبط عملية توزيع الإعانات إذا صار، مشان ما تصير فوضى. إضافة لأنه هي اللجنة ممكن تعمل علاقات مع الدولة أو مطالب معينة أو شغلات يعني مطلوبة من العائدين. علاقتي بالباريت أنا من خارجها، علاقتي من خلال لجنة العائدين اللي كنت فيها. طبعا أهم شغلة صارت وهي اللي يعني رجعت لي نفسيتي إذا جاز القول أكثر تماسك، وتجاوزت اليأس وقت بلشت الكورونا. اللي معه جنسية روسية حتى لو قاعد ببيته اجت فترة قعدوه بالبيوت. فالعائدين اللي ما معهم جنسية ما عاد لهم دخل، خصوصا الشباب واللي عائلات صغيرة. فصار مطلوب مساعدتهم. إضافة لأنه للكبار بالعمر ممنوع يطلع من البيت إطلاقا كان وقتها. فعملنا فزعة سميناها فزعة الشباب. ما لقينا غير هالناس هي اللي كنت اتوهم انه سلبية وما بيتراهن عليها الشباب، خصوصا كلها هجمت. اللي معه سيارات واللي كذا تبرعوا فرنين لمدة 6 أشهر، الخبز مجانا. الإدارة الدينية على الأقل بالأسبوع مرة
سلة غذائية بتكفي 10-15 يوم. وركضوا الشباب أبدا ليل نهار. يعني حسيت إنه يعني عنا شيء إذا واحد بس رتب وظبط الأمور. بالنسبة لمنظمة العودة، أنا أحد المؤسسين فيها. كنت باللجنة التنفيذية. حاليا نحن الاختيارية قعدنا على جنب، تركنا الفرصة للشباب. سمونا أمناء أو مستشارين أو من يعني محل هيك يدللونا فيه يعني. مجلس أمناء يعني. إلنا صوت استشاري. نعم. حلو. بسياق الصفحات الشركسية والمشاكل اللي بلشت، صار نداء من أحد الشباب سامر بزدو أنه لازم نعمل ميثاق شرف أو يعني نضبط هالمسائل إلى آخره. ادعوا أكثر من 30 صفحة شركسية وتناقشوا حول الموضوع. تبلور شيء اسمه ميثاق شرف على أساس نلتزم فيه، بس يظهر درجة نضجنا ما لا بالمستوى اللي ممكن تتقبل الناس انه تجي تحاسبها. او يعني صار اخطاء عديده وكثيره عالجناها يعني طبعا، بس نتائجها كانت صادمه. انه هذا محسوب على طرف، فالطرف هذا بدافع عنه بالسراء والضراء. يعني هاي مشكله. يعني المخطئ مخطئ بأي جهة كانت، بغض النظر عن فكره، بغض النظر عن عقيدته، بغض النظر عن أي شيء تاني. يعني لغة الحوار إذا ما ارتقت بيناتنا ما راح نوصل لشيء، سنبقى كما كنا. بس أنا عندي ثقة إنه النشاط اللي عم يصير بالمجتمع الشركسي خصوصا الشباب استفاقوا من جديد. يعني بجوز الكبار بالعمر، الأخ كمال وغيره، بيعرفوا أنه الناشطين الشركس بالعالم إذا دورت عليهم ما بيطلعوا 200 واحد كانوا قبل 30 سنة أو 40 سنة. حاليا كل الناس مهتمة بالموضوع القومي الشركسي، كل الناس عم تفكر فيه. ممكن الناس عم تخبص، ممكن الناس كذا، بس بالآخير بده يتبلور شيء ويجمع الغلط بنحط على جنب وبيتبلور. وهذا عم يصير. يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتعمل شغلات عجيبة. نحن منظمة العودة بالمجتمع الافتراضي سويناه 90% ما بنعرف بعضنا. يعني بوسائل التواصل حققناها، بعدين وقفت على الأرض. يعني في شغلات قضايا مهمة على صعيد القضية الشركسية فينا نساويها ونحشد عليها، بس نعرف نتفق ونعرف نحكي مع بعض. الاحترام هذا أهم شيء. نعم. طب أستاذ ديب، احنا لما نحكي بدنا نوحد او المفاهيم اللي ممكن انها تسهل علينا الحوارات والخطابات. هل تعتقد بأن عاداتنا وتقاليدنا الشركسية العادية كابزة هل ستكون كافية لتنظيم الحوارات؟ طبعا احنا بنعرف انه بالزمانات كان المجتمع الشركسي عايشين بنفس القرية، عايشين في اماكن محدودة، فالناس كانت بتمون على بعض، يعني بيسمعوا كلمة بعض. احنا حاليا عايشين بفضاء واسع جدا بمختلف الافكار، بمختلف الاتجاهات والمؤثرات اللي عم توصلنا. كل واحد عايش في دولة، عايش بنظام. فهل أدية كابزة قادرة على أنها تحتوي هذا الموضوع؟ هل من الممكن تطوير وتحديث الأدية كابزة بمفاهيم قد تضبط عملية الحوارات بحيث تكون بناءة؟ أنا بعتقد ما زال عندنا شخصيات محترمة من أي طرف مخالف لطرف آخر. يعني شخصيات قادرة تجمع وتوحد على عمل ما معين أو هدف ما معين. ما خليت، أنا بعتقد ما خليت، ما زال في عنا ناس بكل بلد. بالأردن بالأردن أنا بعرف مثلا جهة جهتين ثلاثة
في خلافات، بسوريا نفس الشيء، بأمريكا نفس الشيء، بأوروبا نفس الشيء، بس دائما في واحد أو أكثر قادرين يجمعوا هالناس ويحلوا مشاكلها، يعني يقبلوا الاختلاف بس يحترموا بعض على الأقل. وهذا الرهان طب بالنسبة لي أنا اللي بشوفه. نعم. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ محمد الداغستاني، طبعا أستاذ محمد الداغستاني بصفته محامي اشتغل مع لجان حقوق الإنسان. وصححني أستاذ محمد إذا بحكي شيء مش في مكانه. اشتغلت بمنظمات، مع منظمات حقوق الإنسان، وهذا الإشي يمكن أعطاك حافز بأنك تهتم فيما يتعلق بالقضية الشركسية اللي بحاجة لناس محترفين في مجال حقوق الإنسان. وكنت ناشط في أو من المؤسسين لمركز شركيسيا التابع لجمعية أصدقاء شراكس القفقاس الأردنية. وما زلت تعمل في المجال السياسي، أنت ناشط أيضا في المبادرة السياسية الشركسية للتوعية السياسية، وإلك نشاطات في هذا الموضوع، وقد تكون أحد الأشخاص اللي ممكن أنه يدلوا بدلوا في مجال الحقوق وفي مجال القوانين اللي لها علاقة بالأمور القانونية فيما يتعلق في المجتمع الشركسي. كأنه ما سمع. يبدو في عطل. تفضل أستاذ محمد، سمعت السؤال؟ لا والله صار في صار في انقطاع. انقطاع. طب انا كنت حكيت، انا عرفت عنك برضه، هذا كمان ما انسمع؟ مسموع، هذا مسموع، بس السؤال لو تعيده. مسموع. دكتور. السؤال كان انه هل بتحب تضيف اي شيء عن اهتماماتك بالقضية الشركسية، اهتماماتك او التعريف عن نشاطاتك اللي قمت فيها؟ أولا مساء الخير دكتور باسل، وشكرا على الاستضافة، ورحب بالضيوف الكرام بالقامات اللي لهم باع طويل في العمل الشركسي. وكل عام وانتم بخير بمناسبة اليوم العلم الشركسي، وندعو الله عز وجل انه نضلنا نشوف هالعلم دائما يرفرف في يوم من الايام في سماء الوطن باذن الله تعالى. حقيقة دكتور، موضوع القضية الشركسية موضوع القديم الجديد، وكل فترة يتم تناوله من وجهة نظر مختلفة. خلينا نحكي، نحن ما زلنا لغاية الآن نحتفل بيوم الحداد، كل سنة بنحتفل فيه، وهو تذكير عن المأساة اللي تعرض لها المجتمع الشركسي والأمة الشركسية ككل. إذا تناولنا قضية الشركسية من منظور قانوني أو من منظور قانون دولي، سبق أنه قبل عدة سنوات، 7 سنوات أو 8 سنوات، قمت بعمل دراسة بسيطة سميتها المركز القانوني للشركس في ظل القوانين الدولية، وأخذت الواقع الشركسي وقمت بتطبيقه على المعايير الدولية. نحن عم نحكي عن ميثاق الأمم المتحدة، نتكلم عن إعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومنظومة متكاملة من المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وجدنا أنه قضية الشركسية تنطبق على جميع هذه المعايير، وهو حق أصيل ومؤصل،
وينظر القانون الدولي إلى الشخص أو الإنسان كشخصية اعتبارية ويعتبره من أشخاص القانون الدولي. يعني إذا ذكرنا أن القانون الدولي هو عبارة يتألف من دول، مجتمع دولي أو من مؤسسات دولية، لا، بل إن القانون الدولي ينظر إلى الإنسان كشخصية وله حقوق وعليه واجبات. وبالتالي كانت فكرة إنشاء مركز شركيسيا للدراسات والأبحاث فكرة رائدة وفكرة ممتازة، وهي كانت خلينا نقول مخرجات ناشطين لهم باع طويل في القضية الشركسية والعمل عليها. وجدنا أنه في تحديات. التحدي الأول هو كان التحدي المالي أو التمويل. فعشان تعمل دراسات وأبحاث وتدرس القضية الشركسية من منظور قانوني، أنت بحاجة لفرق عمل متكاملة، وبحاجة إلى دراسات ميدانية حتى تخرج بنظام متكامل توضح فيها شو هي القضية الشركسية، إيش الحقوق اللي بتترتب على القضية الشركسية. تم تناولها واجتهادات من بعض الإخوان الناشطين في حقوق معينة، حق العودة كمثال، أو حق تقرير المصير، وهو حق متأصل، وهذا ونادى في ميثاق الأمم المتحدة واللي أقرته جميع الدول بلا استثناء. طبعا بحب بس أضيف هون أنه العمل في هذا المجال ليس فقط عمل قانوني، وإنما عمل سياسي أيضا. العمل السياسي والعمل القانوني في اتجاه القضية الشركسية هو عمل متزامن ومتجانب بجانب الآخر. لا يجوز أن أتناول القضية الشركسية من جانب قانوني دون الجانب السياسي، وبالعكس أيضا. وإن شاء الله احنا ندعو اخوتنا في مركز الشركيسي للدراسات والابحاث انه تفعيل هذا المركز بشكل اكثر حسب المقدور، حسب القدرات اللي موجوده. طبعا هو في تحديات كثير كما سبق اني ذكرت، في عندك تحدي مالي وتحدي معنوي، وحتى في عندك ممكن يطلع كمان في اراء مختلفه في تناول هذه القضايا. فهو زي ما ذكروا الإخوان، الحوار والنقاش هو يفترض أنه يكون سيد الموقف، والأدية الخامسة هي مفترض أن تكون سيدة الموقف للحصول بالنتيجة على توافق اتجاه هذه القضية. طبعا أستاذ محمد، الموضوع مهم جدا طبعا، وإن شاء الله موضوع القضية الشركسية والنواحي القانونية لها بيكون في لها حلقة يعني مختصة في هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم. بس السؤال، بما انه موضوعنا له علاقه بالحوارات على الفيسبوك، واحنا يعني عم بنشوف انه في يعني الحوارات احيانا عم تاخذ ابعاد قانونيه. يعني احنا بالاردن في عندنا قانون اسمه قانون متعلق في الجرائم الالكترونيه، واللي هو بيتم ملاحقه اي شخص بناء على الماده اللي بيطرحها في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني يمكن في حوالي 4 قضايا أنا بعرف أو سمعت عنها حدثت في الفترة الأخيرة تتعلق بشكوى طرف شركسي على طرف شركسي آخر بناء على حوار دار بيناتهم بالفيسبوك. وهذه الظاهرة طبعا ما حدا بده أن توصل الأمور لهاي الأمور، لأنها يعني عملية مؤذية لنا معنويا كمجتمع شركسي، أنها يعني توصل الأمور لهذا الحد. ولكن يمكن زي ما بيقول المثل او هذا، يمكن ابغض الطلاق، ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. فبالتالي يعني ما حدا بيقدر يحكي انه لوين بدها تمشي هاي الامور. ولكن احنا لانه صار في سوابق في هذا الموضوع، خلينا نطلع على النواحي القانونيه في هاي المسائل. يعني ايش هي الاطر القانونيه المستحدثه لملاحقه التجاوزات التي من الممكن ظهورها خلال الحوارات على وسائل التواصل؟ لماذا سن هكذا قانون، وما هو حجم هذه المشكله بشكل عام وعلى مستوى مجتمعنا الشركسي؟ تفضل استاذ محمد. يعني أشكرك دكتور باسل على هذا الطرح وهذه المقدمة الجميلة. فعليا أنت أثرت موضوع في غاية الأهمية، قضية الجرائم الإلكترونية. أنا بحب أشبهها، وهذا رأي القانوني قد يختلف عني البعض، الموضوع القديم الجديد. يعني موضوع الجرائم الإلكترونية يمكن ما له 15-20 سنة بس على الساحة.
أعطيك على سبيل المثال مثلا قضية الذم والقدح والتحقير أو قضية التهديد، قضايا التهديد. يعني هذه مادة كانت موجودة في قانون العقوبات منذ أن وضعوا المشرع ولغاية الآن، ولكن مع تغير الحياة ودخول التكنولوجيا إلى حياتنا وأصبح لها تأثير كبير وأثر قد يكون سلبي سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي حتى. فالمشرع مش فقط في الأردن وإنما في كل دول العالم. الأردن هو جزء من العالم، وطلعنا لما وضعنا مثلا قانون منع الجرائم اللي أنت ذكرته، طلعنا على تجارب سابقة في الدول الأوروبية وفي دول أمريكا وفي أمريكا الشمالية، وهم كانوا السباقين في هذه المواضيع. وجدنا انه القضايا اللي كانت موجوده او الاشكاليات اللي كانت موجوده في السابق انتقلت الى الوجه الالكتروني لها، فاصبح شيء بيتعلق بالامن القومي او امن الدوله، جرائم يتم تنفيذها او وقوعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى لغايه الجرائم التهديد او الذم والقدح والتحقير. فكان هذا تحدي أمام المشرع الأردني. كان أول قانون تناول موضوع الجرائم الإلكترونية هو قانون العقوبات الأردني، وهو قانون عام مختص بالعقوبات بالجرائم اللي محددة في القانون. فمع تطور التكنولوجيا وتوسع الجرائم فأصبح في عندك هناك مثلا خلينا نحكي دخول غير قانوني لمواقع أمنية، جهات أمنية أو بنوك أو سرقات بطاقات ائتمان، فكان لابد من معالجتها ووضع قانون خاص. فبالتالي المشرع الأردني وجد أنه يجب وضع قانون خاص سماه قانون الجرائم الإلكتروني، وقانون الاتصالات أيضا في هذا المجال. تناول قضايا كثير، هلأ مش بصدد أتناول كل قضية ونتوسع فيها لأنه موضوع جدا معقد، ولكن الأركان الجريمة خلينا نحكي أكثر جريمتين هم الآن مشهورين أو متعارف عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي، هي جريمة التهديد الإلكتروني وجريمة الذم والقدح والتحقير. للأسف الشديد هذا الحكي موجود في مجتمعنا الأردني وفي كافة المجتمعات فقط ليس بالأردن، وكان لها أثر سلبي. ونحن كمجتمع شركسي جزء من المجتمع الأردني، فهذه الجرائم كمان يعني أطالتنا بشكل مباشر، وأصبحت تؤرق منام الأسر الشركسية. يعني نحن ما عم نحكي مثلا عن رب الأسرة اللي عنده مشكلة مع شخص معين وصله تهديد على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما هذا انعكس على أسرته، على زوجته، على والدته، والده، أبنائه. فهذه مشكلة اجتماعية عميقة وبحاجة إلى معالجة ضمن الإطار الشركسي قبل ما إنها توصل ضمن الإطار القانوني. طبعا أركان الجريمة هو في ركنين أساسيين يفترض إنه كيف بدنا نحكي إنه هاي جريمة إلكترونية أو هاي غير إلكترونية. لما نقول نحن تهديد إلكتروني أو ذم وقدح وتحقير، في عنا ركنين أساسيين لازم يتوفر فيها، في ركن المادي والركن المعدني. الركن المادي وهو يتمثل باستخدام وسيلة التواصل الاجتماعي، أي أنه الشخص اللي قام بالتهديد أو بالذم والقدح كان يقصد استخدام الوسيلة بركن مادي سواء على الفيسبوك أو تويتر أو أي وسيلة أخرى. هذا الاستخدام هو ركن أساسي من أركان قيام الجريمة. والركن الثاني هو الركن المعنوي، وهو توفر النية، أي أنه كان عنده النية بقصد اتهام شخص معين، تهديده خلينا نقول معني بالإهانته والتأثير على حياته. فإذا توفر هدول الركنين هاي أصبحت جريمة. الآن القضاء المختص بالآخر، هلأ نحن الموضوع الصعب لغاية الآن اللي ما حدا قادر خلينا نقول قرر انه وين خط الفاصل بين حرية إبداء الرأي وبين الذم والقدح والتحقير. يعني بيجي شخص بيوجه انتقاد معين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بقول لك هاي حرية رأي، عدم مؤاخذة لما أنا أكون قصدي أحط من قيمة الإنسان، هذه مش حرية إبداء رأي، في معايير، في أعراف مجتمعية هي اللي بتقرها، وصاحبة الموقف بهذا الموضوع، صاحبة الاختصاص هي المحكمة المختصة. العقوبات تتفاوت
في ما يتعلق بهذه الجرائم، من غرامة ومن الحبس من خلال 3 أشهر لغاية 2 و3 سنوات حسب طبيعة الجريمة، وحسب إذا كان الواحد مشترك فيها أو له علاقة فيها. يعني الموضوع قانوني بديش أتعمق فيه بشكل كبير، بس القانون، الأطر القانونية بالمحصلة عالجها المشرع الأردني وكانت هي موجودة. وأتمنى على مجتمعنا الشركسي إنه هذه القضايا يتم حلها زي ما حكى مثلا الأخ ذيب قبل شوي، إنه ضمن ميثاق، ضمن مجلس معين يتم حل هذه القضايا قبل ما توصل للقضاء والمحاكم ونشر الغسيل، خلينا نحكيها على مستوى خارجي. شكرا أستاذ محمد. باش مهندس كمال، يعني احنا ما بين يعني وجهتين نظر. وجهة نظر بتقول انه خلينا احنا كمجتمع نبعد عن المواضيع السياسية ونبعد عن المواضيع اللي قد تثير جدل، او في رأي ثاني بيقول انه احنا ما بيصير نترك موضوع الحوارات الديمقراطية والحوارات اللي بدها تخلينا كمجتمع يعني نحصل على مزيد من التوعية حول قضايانا الشركسية. احنا بحاجة ان نتحاور، احنا بحاجة ان نتناقش. شعوب العالم معظمها كان عندها راديوات وتلفزيونات وصحف تناقشوا بقضاياهم بشكل موسع، ولكن احنا كمجتمع شركسي كنا موزعين في اتجاهات مختلفة، ويا دوب كنا بنقدر نسمع عن آراء بعض، يعني نعرف وجهات نظر البعض. فمشان نعوض الفترات القديمة اللي ما تحاورنا فيها مع بعض، يبدو بأنه يعني قد يكون من المناسب أنه نفتح مجال الحوار، ولكن لابد من تهذيب الحوار، لابد من أن نتعرف على بعض العوامل اللي بتخلينا ناخذ راحتنا بالحوار مع بعض، من دون ما نحس بأنه في طرف ممكن أنه يعني يصير، أو في حوار ممكن يسبب مشكلة ما، أو ممكن يسبب ثغرة. إحنا بنعرف أنه إحنا عايشين في، يعني كل مجتمع فينا في دولة عايش ضمن نظام مختلف وببيئة سياسية مختلفة وبظروف مختلفة وبآراء مختلفة وبمصالح مختلفة كمان. يعني احنا ما بنقدر ننكر انه شركس الأردن لهم مصالح بالأردن، وشركس سوريا لهم مصالح بسوريا، وشركس القفقاس لهم مصالح في البلد اللي عايشين فيها. فهذا الموضوع كلياته بخلينا نشعر بأنه في فجوة بالثقافة، فجوة بالمفاهيم، فجوة بالمعرفة، ونحن أمام حلين: يا إما نكون متفهمين أكثر لبعض ونخوض التجربة الديمقراطية، يا إما علينا أن ننأى بأنفسنا ونحكي بس عن الثقافة والتراث والفولكلور والتاريخ، ونبعد عن الأمور اللي فيها حوارات قد تكون تسبب شرخ أو فجوة بيناتنا. باش مهندس كمال، إيش رأيك في الموضوع؟ سيدي، يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم متوفرة بأيدي تقريبا كل أبناء مجتمعنا وكل أبناء الأمة في أي مكان، سواء تواجدوا في الأردن أو في غير الأردن. يعني من الطفل اللي عمره 7-8 سنوات بتلاقي معاه تلفون وعنده بيقدر يفوت على الموقع اللي بده إياه، حتى الشخص المتقاعد اللي قاعد في البيت بيقضي وقته، معظم الوقت بيقضيه يمكن وهو يتابع هذه الوسائل. فالموضوع ما كان سابقا، يعني لا في التراث ولا في القوانين ولا في الممارسات ولا حتى في أساليب الحياة، ما كان في فترة سابقة من فترات التاريخ الإنساني وضع مشابه لما هو موجود حاليا من خلال إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. فهذا الموضوع جديد نسبيا، ولم يعالجه لا المشرعين. يعني المشرعين بياخذوا جانب معين اللي هو إذا كان في هناك جريمة أو جرم، لكن بجوز 90 أو 95% من الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير مراقب وغير خاضع لهذه الأنظمة وهذه القوانين. بيخضع إمتى؟
لما يصير في هناك مشتكي أو طرف متضرر أو طرف تم يعني تقصده بشكل مباشر حتى يؤذى اجتماعيا أو ماليا أو يعني حتى نفسيا. فبوجود هذه الأشياء أنا بعتقد أنه هناك حاجة لجلسات وجها لوجه، مش على وسائل التواصل الاجتماعي، زي مثلا المجموعة الشركسية اللي عملت في المجال السياسي، وأنا كنت بتشرف أني كنت واحد من أعضائها. قعدنا نجري حوارات كثيرة بحيث أنه نستطيع أن نضع قضيتنا ومطالبنا كمجتمع شركسي على طاولة البحث، سواء داخليا أو أمام الجهات المختلفة. وهاي الجهات أيضا اللي إحنا بدنا نخاطبها هي مش نايمة، زي ما بتشتغل برضو بنفس الطريقة قانونيا وتدريبيا وعمليا ومن خلال إعداد الكوادر ودفع رواتبها ومخصصاتها ومن خلال مندوبيها في الميدان، وكل هاي الأشياء لتكون ما يسمى بوجهة نظر سياسية أو وجهة نظر اجتماعية تقدمها إلى العالم وتقدمها إلى أفراد الأمة اللي هي بتتعامل معها. أو إذا كانت هناك في أمة عدوة مثلا، زي أنتم بتعرفوا أنه الموساد والشين بيت في دولة إسرائيل في عندهم آلاف بيشتغلوا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير منهم بيحكوا بقضايا قد تكون تعتبر تسلية بالنسبة للبعض، لكنها تسلية مقصودة وتؤدي بالنتيجة إلى تغيير بعض القناعات لدى المتلقي. فبهذا طالما هذا الحكي موجود، أعتقد أنه إحنا كشركس كأمة يعني موجودة في عدة بلدان، وكل بلد له خصوصياته وسياساته العامة وولاءاته واهتماماته واقتصاده والتماسك الاجتماعي. كل بلد له وضع خاص يعني. فإيجاد قواسم مشتركة في مثل هذا الجو أنا بعتقد أنه غير ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فقط، لأنها وسائل التواصل هي النتيجة المحصلة وليست هي السبب أو يعني بداية المسيرة بما يتعلق بأي تغيير سيحصل. يعني التغيير يحصل ويتم اعتماده، وبعدها يأتي دور التواصل وسائل التواصل الاجتماعي في نشره إلى العموم وفي إيجاد مؤيدين له من الجمهور العام. أستاذ ديب، يعني إحنا عم نحكي عن فضاء واسع من المجتمع الشركسي عم يلتقوا مع بعض. يعني إحنا ما بنحكي عن شركس الأردن لحال، شركس سوريا لحال. وجهة نظر المهندس كمال بتتحدث عن لقاءات فعالة أكثر لو كانوا وجها لوجه قاعدين عم بيحكوا، لو كانوا في منطقة معينة وبيقدروا يتواصلوا مع بعض. ولكن في عندنا كمان معضلة اسمها التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. احنا متواجدين مع بعض، بطلنا احنا بعاد عن بعض، كل يوم عم نحتك مع بعض، إن كان من القفقاز، إن كان من سوريا، من تركيا، من الأردن، من أمريكا، من أوروبا. الشركس عم بيتفاعلوا مع بعض، وهذا التفاعل من بعض لابد من أنه يكون في عندنا نموذج. أنتم عندكم نموذج سويتوه ضمن 30 مجموعة على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونجحتوا بأنكم تحطوا بعض المفاهيم أو القوانين أو البنود اللي تنظم هاي العملية، ولكن يبدو أنها وصلت لمرحلة معينة ما أدت الغرض المطلوب منها. فحضرتك ما رأيك بعد تجربتك بموضوع الميثاق،
كيف من الممكن انه احنا نطلع على شيء اوسع او نطلع على نموذج افضل اللي نقدر ننظم عمليه التحاور ما بين شتى اقطاب المجتمع الشركسي في شتى الاماكن وشتى التيارات الفكريه. تفضل استاذ ديب. مثل ما حكينا من شوي، دائما مثل ما قلت بمجتمعنا في ناس قادرين يوصلوا أطراف مختلفين. بالنسبة للميثاق، أغلب اللي كانوا مسؤولين على الصفحات، الأدمونات والمشرفين، شباب غالبيتهم، فخبراتهم فيما يتعلق بمسائل كيف الحوار واحترام الناس لبعضها إلى آخره مو دائما كانت موجودة. فهذا كان عم يلعب دور سلبي. من جهة ثانية، غياب القادرين على التأثير، كباريتنا يعني، وحضورهم صاروا يخافوا انه فوت هالمستنقع ولغوص حالي ما معقول يعني، فبينأى بنفسه عن الموضوع، بيقعد على جنب، فبيفضل محل للأطراف الصراع اللي داخلين بالموضوع من الكبارية ومن اللي بيفهموا فقط اللي لهم توجهات سياسية بشكل أو بآخر. أنا بعتقد جذر الخلافات اللي عم تصير في مجتمعنا الشركسي هو أطراف هذا الخلاف السياسي، يعني مختلفين وعم يطاحنوا لدرجة كما لو أنه والله صفينا العسكر على حدود القفقاز وبدنا نطحش، ناس لا ما بدي وناس بدي. وين يعني 150 سنة نوم، هاد 30-40 سنة اللي بلشنا نفيق، والميديا هي اللي فيقتنا هالفئة الكبيرة. فبدها جهد من الناس اللي عند الخبراء والكبار ليجمعوا. يعني أنا المختلف معك أستاذ محمد ولا الأستاذ كمال، لازم يكون في لغة، حتى لو يعني 90 درجة مختلف أنا وياك، ما بصير الوضع اللي موجود أبدا، ما عاد بيجوز. يعني الشباب عم يتشتتوا، الشباب قسم منيح من اللي متابعين بالفيسبوك ما عندهم معرفة بالتفاصيل اللي عم تصير، ما عندهم معرفة بروسيا بوضعها، بالقيصرية، الحكم البلشفي، بعد منا حكم يلسين وبوتين، شو الدساتير اللي كانت، شو صار، ما بيعرفوا التفاصيل يعني. فهذا بده جهد مضاعف. يعني هذا ما بيخصني أنا اللي بدي أحرر مثلا، أو بيخص هذا اللي بيعتبر حاله أنا لازم اندمج مع الدولة الروسية مثلا، وما بينهما الدرجات والمسافات. في شيء لازم نتفق عليه، نقطة نقطتين ثلاثة نجمع عليه. يعني بدون إجماعنا، أنا ما عم بحكي الإجماع أنه يصيروا برأي بتبني خط واحد، لا، الإجماع على أنه نتعاون، هذا الرئيسي. وهذا ممكن مثل البرلمان بيختار حكومة، بيختار ناس ما عجبه بيشيلون بيحط غيرهم، بيصير تصويت. يعني لازم نوصل لمرحلة بالشتات يكون عندنا شيء اسمه برلمان، لازم يكون عندنا شيء اسمه مجلس من الأطراف كلها بين قوسين المتصارعة. يعني هذا الوضع ما بيصير. يعني مثلا قاعد هذا السياسي اللي فرضا هو الأخ باسل، هو ما بيفوت بالمعمعة، بينظر على جنب وبيفوت هالشباب وبيبلشوا زت حكي على هذا خائن وهذا عميل وهذا ما بعرف شو وهذا كذا. يعني مثل قصة قناة نارت هذيك المرة، وقت ندوة فادي إسحاقات رأي، هذا رأي موجود، حبيته ولا ما حبيته لازم ينسمع، بدي اسمعه وفنده بس بأخلاق. مو والله الخيانة ليست وجهة نظر، والخيانة وهذا خائن وهذا عميل وهذا،
يا أخي ما معقول هذا الحكي، ما عاد بيجوز. يعني إذا صار لي بسياق القعدة بدي أحكي بموضوع الخيانة، يعني عندي رأي، يعني ما لي حابب خوض بالسياسة، بس لازم ينحكى فيه هذا. عزت هذا. المشكلة إنه اللي عم يحكوا الحكي اللي قاعد ورا متصدر وقاعد بيستعملوا اسمه أو اسميون 3 4، ما بيفتحوا تمون، ما بيقولوا لهم هذا هيك ما بيجوز. يعني أنا إذا عندي عسكر بدي شغلهم بالسياسة، أو عندي مجموعة بدي شغلها بالسياسة، بعمل لها دورات تعرف تحكي مثل عالم الناس، تحترم الناس، لحتى ما تهرب الناس، يعني تجيبها بعدين. أنا إذا كنت منظمة سياسية لازم أكسب أوسع طيف، مو هرب اللي محايد، أو يعني ما معقول هذا النمط اللي موجود بالساحة. يعني أنا بشير بإصبع الاتهام لأربعة 5 سبب كل هالمشكلة هي، مو من موقفهم السياسي، موقفهم السياسي على راسي بحترمه كله، بس الأسلوب والأداة والطريقة اللي عم يدعو فيها هذا اللي بخجل. هذا كنت أنا ولا أنت ولا فلان، مين ما كان. يمكن مشان هيك استاذ ديب يعني الافضل انه يكون في عندنا نوع من التفاهم على بعض الاسس، اللي يعني اذا في حدا عنده مشكله يعني كيف بده يعرض وجهه نظره، كيف بده يتحاور مع الاطراف الثانيه. واحنا يفترض انه تكون ابوابنا مفتوحه لبعض، يعني نسمع لبعض ونسمع وجهات نظر بعض. ما زال في فجوات موجوده، ونامل انه خلال الفترات القادمه انه هاي الفجوات نقدر نسدها، ويكون الحوار هو البديل عن لغه الخطاب بحده اعلى من هيك. استاذ محمد الداغستاني، بما انه أخي حضرتك باسل بس نقطة صغيرة. محامي، والمحاميين يعني بيشوفوا انه وضع رفع الدعاوي شغله بسيطه سهله جدا، يعني كل يوم هم بيرفعوا دعاوي، فبالتالي يمكن ما تكون مؤثره كثير بالنسبه لهم. بس بالنسبه للناس العاديين موضوع الدعاوي هي موضوع صعب جدا، صعب يعني على الشخص، على عائلته، على الطرفين. هي صعبه فعليا، الطرفين صعب عليهم. احنا اذا بده يصير في عندنا اشكالات من هون، كيف بدنا احنا حسب رايك من ناحيه قانونيه قبل ما نلجا للقضاء، كيف ممكن انه نحدد الاطر اللي بتخلينا انه نواجه سوء التفاهم اللي عم بيصير، او التعارض بوجهات النظر، او وجهه النظر اللي انا بعتبرها سيئه جدا وما بدي اياها تنتشر في المجتمع. كيف انا بدي اواجه هذه القضيه؟ كيف احنا بدنا نحدد الخطوات اللي يتبعها اي طرف فينا؟ كيف، شو بتنصحنا كحقوقي مشان تكون الحوارات مبنيه على درجه درجه الى ان نصل الى اخر درجه اللي هي القضاء؟ تفضل استاذ محمد. أشكرك دكتور. يعني لا شك موضوع اللجوء إلى القضاء ورفع شكوى في حال وجود خلافات قانونية في هذا المجال شيء مؤرق للطرفين، زي ما قلت لك له أبعاده وتأثيراته السلبية اجتماعيا واقتصاديا على الطرفين، على المشتكي والمشتكي عليه. يعني حتى المشتكي يعني اللي يعتقد أنه هو مظلوم لما يقدم شكوى، هذا فيه بترتب عليه أثر على أسرته كمان، على أولاده وبناته ووالدته وأهله. فهذا موضوع مش سهل، خصوصا أنت عم تحكي إذا كان هذا داخليا داخل المجتمع الشركسي ضمن الأسرة الشركسية، فهذا له تأثير كبير حقيقة. ويعني وأحترم بعض ما ذكر الأستاذ ذيب قبل شوي، إنه دور الاتحامادات كبار السن اللي عندهم حكمة وعندهم باع طويل في حل القضايا والمشاكل، أصبح في عنده خوف وهاجس، بقول لك بدي أتبهدل، أنا بدي أفوت بهي القضايا، بالأخير بده يأثر علي سلبيا. وللأسف هذا واقع وموجود هلأ حاليا، وهذا شيء مفهوم ومبرر، حقيقة شيء مفهوم ومبرر. فعشان هيك بتلاقي المشاكل عمالها بتتفاقم شيء فشيء. يعني قبل كان سيدة الموقف في المشاكل هي لغة الحوار والمجابهة،
أنا اختلفت مع شخص معين سين من الناس، بالأخير ممكن ألجأ للجمعية، للنادي، لأي مؤسسة شركسية، بنقعد مع بعض نحل الخلاف، بيكون حوار مباشر. الآن وسيلة التواصل الاجتماعي أصبحت سلاح ذو حدين. يعني أنا ما عندي قدرة أواجه شخص معين، بس عندي قدرة أقعد وراء الكيبورد وأوجه اتهامات جزافا دون أي دليل أو بينة، زي ما ذكر الأستاذ ذيب قبل شوي، اتهم فلان بالخيانة، بالعمالة، إلى آخره، بتعامل مع جهات معينة. سهل جدا أعمل هذا الحكي من وراء الكيبورد، بس هذا بترتب عليه أثر قانوني وبترتب عليه ضرر للي بيدعي كمان، أو بخلي شخص معين يقوم بهذه المهمة عني. القانون كمان عالج مثل هيك قضايا، يعني لا يفكر الشخص اللي بدفش شخص معين انه يوجه اتهامات لشخص ثالث انه كمان هو راح يكون برا اللعبه خارج اللعبه. لا، القانون كمان بطيله، وعالج القانون هذه القضايا. بالمحصله نحن مجتمع إلنا خصوصيتنا، المجتمع الشركسي القفقاسي ككل في لهم خصوصيه. انا دائما بحب احكي نحن دائما عنا كل شيء جاهز، عنا عرف، عنا مجالس، عنا تقاليد كانت تحل هذه القضايا. كان يقعدوا حوالين هالنار وعلى هالحجار هالكبارية ويحلوا المشاكل اللي كانت تصير. حبذا لو انها تعود هذه القضايا. الموضوع مش سهل. التحكيم يفترض انه يكون سيد الموقف. كيف التحكيم؟ أنا اختلفت معك الدكتور باسل في قضية معينة، قبل ما يتفاقم الموضوع لا سمح الله يوصل لموضوع إيذاء جسدي، وبعدين نلجأ للقضاء وللشرطة والأجهزة الأمنية وتكبر المشكلة، يفترض أنه يكون في تحكيم. إذا اختلفت معك في موضوع معين والقرار اللي بيصدر عن التحكيم يفترض أنه يكون ملزم للطرفين، حتى لو أنا ما رضيت في هذا القرار. يعني لما يجي أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والخبرة في هذا المجال، أفوضهم أقول لهم أنتم بدكم تحلوا لنا هذا الخلاف اللي موجود بيني وبين سين من الناس، وأنا القرار اللي بيصدر عنكم أعتبر هذا قرار نهائي ويجب الإقرار فيه. هون بنرجع بنعود لتربية الأديكة خابزة ومدى تفعيلها. ما بصير أنا أتراجع عن هذا الموضوع، لازم قرار التحكيم يكون موثق ويسجل وينشر علنا. إذا كانت المشكلة علنية ينشر علنا إنه هدول الأشخاص الاثنين حلوا المشكلة وانتهينا من الموضوع. فحبذا إنه يرجع يكون في دور أساسي للاتحامدات وكبار السن اللي مشهود لهم بالنزاهة والخبرة في معالجة مثل هيك قضايا. يعني القضايا اللي زمان كانوا يحلوها بشكل مباشر، كمان قضايا الجرائم الإلكترونية يفترض إنه يكون في لهم دور كمان في معالجتها. باش مهندس كمال، حضرتك طبعا زي ما حكينا بأنك كنت موجود في عدة مؤسسات شركسية قائمة وما زالت يعني نشيطة ولها تأثيرها في المجتمع. فهل هناك دور لهذه المؤسسات الشركسية أنها تدخل على الخط وتعالج الأمور قبل ما تتفاقم وتوصل لمراحل واسعة جدا؟ يعني أنا بحكي عن برامج للتوعية السياسية، برامج عن وجودها على أرض الميدان. يعني إحنا بنحكي على المؤسسات بيجتمعوا 10 15 20 50 100 واحد انكثرت في حفله او في ندوه او في محاضره، ولكن وسائل التواصل الاجتماعي عم توصل الرساله ان كانت سلبيه او ايجابيه عم توصل لالاف من الاشخاص، 2000 3000 4000 5000. فالانتشار والتاثير اصبح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي صار واسع جدا. ولكن هناك في جانب على المؤسسات اللي صار لها فترة طويلة عريقة في مجال العمل الاجتماعي وإلها سمعتها، إلى مكانتها وإلى احترامها من قبل كافة أفراد المجتمع. هل من الممكن أنه يكون في مجال لهذه المؤسسات الشركسية أنها تشتغل بدل المبادرات الفردية اللي عم بتصير لترتيب الحوارات على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضل. الواقع شوف أخ باسل، المؤسسات اللي بتحكي عنها هي مكونة من أشخاص، وهدول الأشخاص موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي كلياتهم، ولهم صولاتهم وجولاتهم على هذه الوسائل، وهم ليسوا منزهين
أو ليسوا خلينا نقول جهة ممكن أن تدعي الوسطية في كثير من القضايا. يعني كل واحد له اهتمامه الشخصي، لكن من خلال الحوار ومن خلال آلية اتخاذ القرار، مثلا في الجمعية الخيرية الشركسية، أنا كنت عضو بالهيئة الإدارية في عدة فترات، كان الأشياء التي تطرح على للحوار أو للمناقشة يعني تقدم من قبل جهة معينة أو من قبل شخص من الأشخاص أو من قبل أحد أعضاء الهيئة الإدارية، يتم نقاشه بشكل موسع ويتخذ فيه قرار. القرار ملزم في هاي الحالة لطرفي، إذا كان في نزاع للطرفين يعني. لكن الموضوع عندما ينتقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي ينتقل معه أسلوب معين في إثارة الرأي العام. يعني أنا بدي أحكي لكم تجربة شخصية. كنت أدرس في إحدى الجامعات المحترمة، لاحظت أنه طلاب يعني طلابي أو طلاب الكلية هاي ما عندهم إدراك لربط القضايا، خلينا نقول المفاهيم المعينة بالتطبيقات اللي قاعدين يشتغلوا عليها، لأنه صاروا يشتغلوا من خلال أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللي قاعد بتقوم بكثير من العمل. وبدي أعطيت مثال وقتها إنه بدي أعمل لكم محاضرة عن دور الرياضيات في المدينة. ففي عندنا إحنا ويب سايت في الكلية، حطيته على الويب سايت، قلت هذا أنا بفكر أعمل محاضرة بهذا شو اسمه، المحاضرات هذه خارج الكريكولم، خارج المنهج، يعني غير منهجية. 4 أشخاص فقط اللي أبدوا اهتمام لما قلت ماث أند ذا سيتي أو المدينة، الرياضيات والمدينة. 4 أشخاص فقط اللي قالوا إحنا بنيجي نحضر. طبعا هذا الحكي فاجأني أنا وما كنت أتوقعه. فقلت خليني أغير العنوان، فغيرته إلى عدت نشره. يعني قلت أنا المحاضرة تبعي راح تكون Math and the City in Islam. جاني 150 واحد حابين يجوا يشوفوا، وحوالي 20 واحد منهم من الأخوة المسيحيين. شو اللي بدي أحكيه أنا في الحالتين كنت بدي أحكي نفس الإشي، وهو دور الرياضيين المسلمين في فترة يعني خلينا نقول النهضة الإسلامية في تطوير علوم الرياضيات كالجبر ولا هذا، ونفس الإشي. لكن مجرد تغيير عنوان المحاضرة جذب الناس بشكل كبير جدا إلى هذا. ونفس الإشي لما تيجي تقول إنه قضية شركسية، العودة إلى القفقاز أحد الخيارات المطروحة، الناس بيسمعوك وبيرنشوا بيروحوا بيعملوا أشغالهم. لكن لما تقول إنه هناك معارضة شديدة لعودة الشركس إلى بلادهم الأصلية، تغير الموضوع هون كليا، صار قضية شخصية لكثير من الناس اللي بيحبوا إنهم وأنت عم تحكي عن نفس الإشي. على فكرة في الحالتين بدك تلجأ إلى وسائل قانونية ووسائل عملية اللي تحقق من خلالها عودة مجموعة كبيرة من المجتمع الشركسي إلى الوطن. لكن مجرد تغيير العنوان وتغيير اللهجة راح يجتذب أعداد كبيرة من الناس اللي راح تشعر إنه هاي القضية بتهمها. وهذا كثير عم بصير بالسياسة بشكل عام. يعني في الحرب المؤخرة اللي دايرة بين أوكرانيا وروسيا، أو اعتداء روسيا على أوكرانيا،
كثير من الناس بيشوفوها مجرد أخبار، مات 50 مات 70 يعني عادي شو اسمه. لكن لما تقول لما تربط الموضوع في شخصيا، تقول الحرب الأوكرانية ما هو تأثيرها على السياسة الخارجية للأردن أو لتركيا، أو صار الموضوع بهمهم شخصيا وبيحاولوا يتجاوبوا معه بطريقة مختلفة. وهون دور التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي وما يجري على حقيقة في الواقع على في الميدان أو في الحوارات التي تتم بين المعنيين المباشرين. يعني لازم إعطاء الموضوع أهمية من قبل المؤسسات مشان يكون لهم علاقة بشكل رسمي، يعني بشكل تنظيمي أكثر، ويهتموا بهذا الموضوع، لأنه يمكن موضوع مهم جدا ويؤثر على المجتمع الشركسي بشكل نعم. كبير جدا. أستاذ ديب قات، أنتم عندكم تجربة بموضوع الميثاق، وبالتالي ممكن البناء على هذا الموضوع إيجابيات وسلبيات، ثغرات، نواقص، بحاجة لتعديل، بحاجة لإعادة تنظيم. فهل هناك نية بأنه، أو شو هو المخطط مشان هذا الميثاق يكون أعم وأشمل وبيؤدي الغرض اللي أنا بعتقد كل الناس بدهم ميثاق، بدهم يكون في تعاون، بدهم يكون في نقاط معينة، ولكن في ثغرات معينة. لا شك أنه في ثغرات معينة بتخلي الناس ما يتفاعلوا، ما يندمجوا، أو ما يؤدي هذا الميثاق الدور المطلوب منه. دائما الفكرة بحاجة لتطوير بين كل فترة وفترة، وتعديل وتنظيم. فبرأيكم ومن خلال تجاربكم كيف ممكن أن نعيد الترتيب بحيث أنه تكون الفوائد أعم وأشمل؟ تفضل أستاذ ديب. هلا الميثاق اجى رد فعل على أوضاع بالصفحات الشركسية استدعت إنه الناس تجتمع وتناقش الموضوع. من سخريات القدر إنه بطل الشاشة اللي كان عندكم بالأردن كان هو السبب الأول، يعني بسبب تعدد الخروقات فيما يتعلق باللغة اللي بيستعملها والطريقة اللي بيستعملها، بغض النظر عن الشعارات اللي عم يحكيها كلياتها اللي هي بجوز ما حدا بيختلف عليها. وتكررت كمان ناس تانيين، شيء له علاقة بتحرش بفتاة، شيء له علاقة ب المس الشخصي بامرأة لأنه والله ما تجوزت شركسي، أو يعني شغلات يعني مهينة يعني. فالتقت الناس وعملت ميثاق. الميثاق ظريف يعني، كان لو في فرصة كنت قريت لكم إياه، بس بجوز ياخذ من الوقت. تقريبا نفس الحكي اللي حكاه الأستاذ محمد، يعني في شغلات حددها، هالمسائل ما بيتقرب عليها، هالمسائل كذا، والمحاسبة فقط مثل تبع الفيسبوك، تنبيه وكذا وإلى آخره، بعدين تجميد. يعني من المضحك إنه بطل اللي كان بالأردن تعاقب لمدة 6 أشهر إنه ما عاد يفوت ولا على صفحة. هدي الجو 6 أشهر كاملة. بعدين مدري شلون طلع جهات بلشت تستقطب كم واحد إلى آخره، صار الصح غلط والغلط صح، وقلبت المسائل كلها. بدال ما يتعالج السبب مثلا، صار يدوروا عن النتيجة يعني. فحسوا اللي عم يشتغلوا بالميثاق، كان لجنة الميثاق ولا الأعضاء بردوا بالموضوع. ما زالت موجودة الهيئة. هلا المؤسي انه مثلا احد اعضاء الميثاق مشارك وله حضوره السياسي والاعتباري والعمر، لم يفتح فمه بحرف. وكل هدول اللي عم يعملوا هم ليلة
كل ما صار شيء شغله، شيء مسبه، شيء كذا، بيكون استندوا لاسمه واسم 3 4. يعني ما حدا بيحكي حرف انه هذا بيجوز وهذا ما بيجوز. هذا حكيته من شوي، عم أكد عليه لسه. هدول اللي بيقدروا يعملوا ميثاق، وهدول اللي بيقدروا يحلوا مشكلة. يعني الأخت جينا حبوق وقفت، كان يحطوا اسمها على الرايح والجاي، والله الحماتات كذا كذا، فلان وفلان وفلان. معيب لهدول انه ينذكر اسمهم من جهة سين او عين او صاد من هدول اللي عم ينطوطوا بالفيسبوك بشكل مهين للعالم. ما بيجوز. فأنا برأيي هدول اللي فيهم يعملوا الميثاق، مو ميثاق، مجلس، هذا اللي عم نحكي عنه، هن وغيرهم. يعني لأنه هن اللي ساكتين على هالموضوع، فهن فيهم يربطوا هالناس هي. ولا من قبل ما فيها المشاكل إلى معنى. واحد اتحرش بوحدة إلى نشاط وشغالة وعين الله عليها، فات عليها أهانة بالمعنى الجنسي، فبيجوا بيدافعوا عنه. هدول واحد منهم هذا البطل اللي بزماناته دافع عن وحده، صار يهين وحده لأنه والله تجوزت مدري شو، عهرة يا رجل، عهرة. الثاني تحرش فيه واحد لأنه بيعرفه صاحبه، صار يدافع عنه. هدول الناس اللي شو اسمه، هدول مين بيقدروا يربطون؟ طالما في جهة عم يحكوا باسمها فهن المسؤولين أنا برأيي. فهدول اللي فيهم يعملوا ميثاق. يعني أحيانا يعني يمكن بيقولوا يعني أستاذ زيد، أحيانا يعني يمكن بالمدارس كانوا القضايا يحطوا الفردية، العريف. تفضل. يعني القضايا الفردية والشخصية بتصير، يعني في قضايا وفيها وجهات نظر مختلفة وأسباب مختلفة، ولكن النظام بشكل عام لازم يشمل الجميع، ولازم ينال رضا الجميع، وينسمع وجهات نظر الأطراف كلياتها في أي قضية من القضايا اللي بتنطرح. إحنا يعني إذا بدنا نروح لازم يكون موضوعنا أشمل من قضية إنه الميثاق أو الخابزة أو العادات أو التقاليد بتتأثر من طرف دون الآخر. لابد من أنه نعمل إشي تدخل فيه المؤسسات. يعني أنا هيك وجهة نظري اللي عم بحاول أطرحها، تدخل فيه المؤسسات الشركسية اللي قائمة على أرض الواقع، وليس بس مبادرات فرضية موجودة وما إلها سلطة. يعني هي بالنهاية حتى الشخص اللي بده يتدخل، حضرتك تفضلت وقلت إنه يمكن ما يقدر يتحمل الضغوط اللي ممكن تيجي عليه. فبالتالي لما يكون في عمل مؤسسي مبني من مؤسسات وليس مبادرات فقط، يعني دول مبادرات كويس، ولكن لازم يرتبط مع المؤسسات الشركسية في شتى أنحاء العالم. يعني كان لازم يكون هذه الأدوار يمكن من دور الجمعية الشركسية العالمية اللي بيجتمعوا فيها كل سنة، وبالنهاية ما حدا فينا بيعرف إيش النتيجة اللي طلعت من الاجتماعات اللي ساووها. يمكن بيهتموا بشغلات أكبر ما بنعرف، ما بتنطرح في معظمها أمام الرأي العام. ولكن عندنا إحنا قضايا يومية مهمة لازم نعالجها. لازم نعالج موضوع ما بيصير يأثر عليه شخص وشخصين وثلاثة وأربعة. هذا الموضوع في صلب أهمية إشكالاتنا اللي عم بنواجهها، اللي عم بتخلي الناس يبعدوا عن التواصل، يبعدوا عن إصدار أي قرار أو إبداء رأي، حتى خوفا من تعرضهم للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت متروكة. أي شخص معين بيقدر إنه يبدي برأيه من دون ما حدا يحاسب. يعني إحنا ما فينا ولا واحد فينا فوق المحاسبة. لازم ننضم، لازم نشتغل مع بعض، ولكن يكون في عندنا مظلة، في عندنا إطار اللي يحاسبنا جميعا، وما نضطر ندخل على قضايا أشخاص بشكل فردي. أستاذ محمد الداغستاني، يعني أنا بدي، بما أن حضرتك كمان كنت موجود بالمبادرة الشركسية للتوعية السياسية، والأردن حاليا في المرحلة الحالية عم بشجع الناس على خوض التجربة السياسية. يعني مش بس الأردن اللي عم بشجع، كل دول العالم يعني شاءوا أم أبوا لازم يخوضوا التجربة السياسية. لازم الناس، لازم الشباب يصيروا يتعلموا السياسة. السياسة هي إنه
تعرض رسالتك، تسوق فكرتك، تسوق رسالتك للناس اللي حواليك. يعني زي ما تفضل الأستاذ ديب، يعني في إشكالات عند أشخاص الرسالة اللي بدهم يوصلوها، مع إنه بيحملوا رسائل بمفهومها، رسائل نبيلة، رسائل قومية، ولكن تسويق الفكرة عم بيكون بطريقة سلبية، لدرجة إنه عم بيصير في نوع من التنافر داخل المجتمع الشركسي. السياسة أو التوعية السياسية اللي كلياتنا لازم نتعلمها، هي إلها علاقة بشكل مباشر إنه إحنا نفتح أبواب الحوار بيناتنا، نحكي، نتناقش، نتواصل. وشبابنا لازم يتعلموا السياسة، إحنا كلياتنا لازم نتعلم السياسة. كلياتنا إحنا كنا بعاد، خاصة بالأردن كانت السياسة شبه محرمة، وبعتقد في دول كثيرة كمان محرمة كانت السياسة. فآن الأوان إنه ننطلق لمفهوم إنه نستوعب بعض، نحكي مع بعض. القضايا الفردية ما تأثر على المجموعة. إذا كان في واحد سلبي، اثنين سلبيين، أو في تبادل بالحوارات ما عم توصل بالطريقة الصح، لازم يكون في تشجيع. أستاذ محمد، التجربة الأردنية في مسألة تشجيع الشباب على خوض غمار المعترك السياسي، ممكن تتفضل وتحكي لنا شو التوجه اللي عم بيعملوه مبادرة المبادرة الشركسية للتوعية السياسية؟ تفضل. أشكرك. حقيقة موضوع السياسة، نحن كل حياتنا سياسة. لما نحكي الاعتقاد السائد، لما نحكي كلمة سياسة إنه إشي بتعلق بالحكم ونظام الحكم وإلى آخره، لا، مش هيك. السياسة بكل شيء داخل السياسة، بأسرته الواحد، السياسة بعمله، بحياته اليومية، بأسلوب معيشته، هذه كلها سياسة. الآن العمل السياسي، يعني بدي أخذ الأردن تحديدا، يعني هي كان في مفهوم شائع عند البلاد العربية، ودرجة الحريات في العمل السياسي متفاوت بين كل دولة ودولة. يعني في دول كان توصل، لما يحكي الواحد في السياسة، توصل العقوبة فيها لدرجة الإعدام مثلا. عنا الأردن بالحمد لله، يعني في فترة الأحكام العرفية قبل 89 كان العمل السياسي نوعا ما مسموح فيه، يعني مش كان هالجريمة اللي يعاقب عليها القانون بشكل كبير، ما عدا الاتصالات الخارجية وإلى آخره من الأمور اللي بدها تغير نظام الحكم إلى آخره. الآن الأردن نضج في مرحلة في تغيير هذا الواقع. وكنا عرفنا عبر وسائل الإعلام عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفي لها مخرجات، من أهمها كان تعديل الدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات إلى آخره من التشريعات اللي لها علاقة في الموضوع أو في العمل السياسي. الآن قد نتفق مع بعضها، قد نختلف. أنا شخصيا يعني في عندي وجهة نظر مغايرة لما قدمته هذه اللجنة حقيقة، وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المجتمع الشركسي. كلنا بنعرف نحن في عنا 3 مقاعد كوتات مخصصة للشركس عشان يكون في لهم تمثيل مناسب، ونحن طرحنا ورقة موقف على رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وأوضحنا له وجهة نظرنا. للأسف لم يأخذ فيها. مش بس نحن، يعني حتى في قضايا تانية كان الموضوع يعني شبه تم إقراره والموافقة عليه، وكان ومشي بإجراءاته من تشريعية من خلال مجلس النواب وإلى آخره حتى أصبح قانون. الآن كان مشروع قانون. الآن في تغيير كبير. يعني القارئ اللي بيحصل بالساحة السياسية في الأردن عم بيشوف إنه عمرها ما صارت إنه تشكيل. نحن عندنا نظام نيابي ملكي وراثي، يعني في الكلمة الأولى هي النيابية. النيابة لها دور كبير، وهذا كان توجه خلينا نحكي القيادة الأردنية من البداية، إنه يكون في تمثيل مناسب للمجتمع الأردني، ويكون في لهم مشاركة في العملية السياسية. الآن نحن كشركس من وين من هذا الموضوع؟ نحن كنا بنعرف كل وزارة بتتشكل بيكون فيها وزير شركسي في الأجهزة الأمنية وفي مختلف مؤسسات الدولة، كمان
في ممثلين عن الشركس بيشتغلوا وأثبتوا جدارتهم وكفاءتهم بهذا المجال ومنخرطين في العمل السياسي بشكل عام وفي أجهزة الدولة بشكل كامل. الآن يبدو أنه المشرع الأردني موضوع الكوتا أو التمثيل النسبي للأقليات العرقية والدينية وحتى كوتة المرأة بده يصير في عليها تغيير. طبعا في عنا المجلس القادم الآن نحن بده يصير في عليه تغيير. الآن أحد المقاعد الثلاث تم ضمه إلى القائمة الحزبية الدائرة الانتخابية المفتوحة، صف عنا مقعدين. ما راح أخوض يعني بتفاصيله هل هذا مفيد أو غير مفيد، هذا بحاجة إلى حلقة كاملة حتى نتحدث فيه يعني، وفي آراء مختلفة وتحترم جميع الآراء في هذا المجال. اللي بس بدي أحكيه نحن كمجتمع شركسي وفئة الشباب، تعودنا نحن خلال السنوات السابقة وما ورثناه عن أجدادنا وآبائنا أنه في عنا نواب شركس، في عنا وزراء شركس إلى آخره. الآن هذا الحكي رح يتغير كليا مع التعديلات اللي صارت. وين بده يكون لنا دور؟ هل رح نقدر نمسك بخيوط اللعبة؟ هل الشباب الشركسي، كلنا عم نسمع من سنين طويلة في عزوف من الشباب الشركسي على الانخراط في الأجهزة الأمنية إلى آخره. ممكن هلا في شباب بيرغب بس ما راح يكون في لهم دور إنهم يكون لهم حصة في هذه الكعكة خليني أسميها. راح يكون الموضوع عليهم صعب أكثر وأكثر. فالقوة بالأخير أنت مركز قوتك بيتحدد من خلال انخراطك في العمل السياسي. فبدعو الشباب، أنا فاهم كلمة سياسة لمجرد هي يعني اسمحوا لي على التعبير تثير الاشمئزاز فعليا. يعني الناس عندها إحباط، الناس عم بتفكر بلقمة عيشها بعملها، الأوضاع الاقتصادية صعبة. ليش أوجع راسي وأحكي بالسياسة؟ لا، السياسة هي تقرير مصيرك، تقرير مستقبلك ومستقبل أبنائك. كل ما كان لك دور، كل ما كنت منخرط في العمل السياسي ومشاركتك السياسية في قراراتك، ما حدا ياخذ عنك القرارات وإنما يكون لك دور في اتخاذ القرار. كل ما كان لك مركز قوة وكل ما كان أمنت أنت مستقبل أبنائك وبناتك وأحفادك. فمن هذا المنبر من خلال قناتنا الفذة قناة نارت أدعو إلى جميع الشباب الشراكسة إنهم يتفهموا هذا الموضوع، ما يتخوفوا منه. ما في زمان يمكن كان اللي بينخرط بحزب سياسي كان يتخوف انه ما يلاقي شغل او يتم حرمانه الى اخره. لا، الان الدولة تدعو الناس والعالم انهم ينخرطوا، تدعو ابناء المجتمع الاردني انهم ينخرطوا في العمل السياسي، واصبحت الساحة مفتوحة. بالاخر الان الحكومات القادمة، هلا رئيس الوزراء حاليا بيتم تعيينه من قبل جلالة الملك. المرحلة القادمة سيتم تعيين رئيس الوزراء بموجب الانتخاب عن طريق اللي بياخذ تشكيل الحكومات بده يتم من خلال مجلس النواب. ففي تغيير كبير في الحياة السياسية في الأردن. فنحن دورنا راح يكون لنا دور في هذا الموضوع ولا ما راح يكون لنا دور في هذا الموضوع؟ هذا نحن كل شركسي عليه انه يسأل نفسه فيه. ومن هون بتحدد مصيرنا المستقبلي في بلدنا الأردن. شكرا. يعني أنا عندي بالنهاية سؤال أخير بدي أسأله لضيوفنا الثلاثة، بس بدي أترك الأستاذ ديب آخر واحد يكون، لأنه هو أكبرنا عمرا وبحكم العادات والتقاليد الشركسية هو حمادة الجلسة هاي اللي احنا موجودين فيها. ودائما حمادة لما يحكي الكلمة الأخيرة احنا لازم نسكت ونسمع لكلامه. السؤال اللي أنا بدي أسأله باشمهندس كمال، كيف يمكن أنه نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي في دعم القضايا والمسائل والثقافة الشركسية ودعم مطالبنا ومتطلباتنا وفي توفير حياة مزدهرة لأبناء مجتمعنا الشركسي وأجياله القادمة؟ كيف ممكن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضل باشمهندس. نعم، أنا بعتقد احنا لازم ناخذ الجانب الإيجابي اللي ممكن نستفيده من وسائل التواصل الاجتماعي. يعني عجبني قبل فترة في جمعية أنقرة اللي موجود فيها نجلي الأصغر بسلان،
انه عمل عشاء او افطار رمضاني لمجموعات مختلفة من المجتمع الشركسي اللي متواجد في تركيا، لكن كان كل جلسة تتعلق في مهنة معينة. يعني الحقوقيين في جلسة، العاملين في المعلوماتية في جلسة، اللي عاملين في هذا في الهندسة في جلسة، التجار أو المصنعين أو الأشياء اللي يعني أرباب العمل أيضا في جلسة. فكان بهذا الشكل احنا لو عممنا هاي الموضوع، لأنه بتلاقي في شغلات مشتركة كثيرة بين هذول الناس، مش مجرد إنه هم شركس وهذا شوية يميني وهذا شوية يساري وهذا شوية مع روسيا وهذا شوية مع البلد اللي هو عايش فيها. لا، في هناك أشياء حياتية تربط بين هاي المجموعات المختلفة. فهذول يتابعوا لما يتعرفوا على بعض، بيتابعوا النشاط اللي بدأ في هذا التعارف على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى في الحياة العملية. يعني بجوز يصير بينهم شراكات، بجوز يصير بينهم تسويق لخدمات معينة أو وظائع معينة. فأنا باعتقادي أنه يجب أن نبحث عن العناصر المشتركة لجمهورنا بشكل أو بآخر، بحيث أنه هذول الناس تكون لهم مصلحة شخصية بالإضافة إلى المصلحة العامة في التعامل. يعني لما تنشأ شركة من 2 3 شركس، أنا بعتقد هذا خدمة للقضية الشركسية بشكل عام كمان. أو عندما ينشأ مكتب محاماة كان بادرته هي في الجمعية الشركسية. فزي ما يعني تفضل أخونا الأخ محمد، الأستاذ محمد، لازم نجمع الأشياء المشتركة اللي فيها شيء من الإيجابية حتى الناس تستفيد من هذا الجو اللي موجود، اللي بتخدم، المخدوم من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. وسبب وجود هاي الوسائل في الدرجة الأولى مو مشان الناس تسب على بعضها أو توزع ابتسامات أو شيء، لا. سبب وجود هاي الوسائل هو لغاية خلينا نقول تجارية بحتة، يعني تسويقية للبضائع والخدمات في الدول الغربية. طبعا بدخل فيها الجانب شو اسمه، لأنه أي خدمة تقدم في المجال الاقتصادي يجب أن يكون لها جمهور متلقي. فإحنا يعني إذا كان 10% اللي لهم مصالح في تسويق خدمة معينة أو فكرة معينة، بتلاقي إنه في 90% هم جمهور المتلقين اللي مفروض إنه نوصلهم بوسيلة أو بأخرى. شكرا. أستاذ محمد الداغستاني، نفس السؤال، كيف يمكن أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني بديش أكون سلبي، بس بدي أكون واقعي، ومن هالواقعية لازم ننطلق للإيجابية. زي ما ذكرت، وسائل التواصل الاجتماعي هو سلاح ذو حدين، ممكن استخدامه بشكل إيجابي بما يخدم مصلحة الأمة، ممكن استخدامه بشكل سلبي بما يفرق ويباعد ما بين الإخوان. والخيار الأول هو المطروح، ما عندنا خيار ثاني، هو الخيار الأول فقط لا غير، وذلك سيكون من خلال تفعيل منظومة الأدقة خامسة. إذا استطعنا تفعيلها، القطار ما فات، إذا استطعنا تفعيلها وأوجدنا منصة للحوار البناء واحترام الرأي والرأي الآخر بكل معنى الكلمة دون أي تغيير أو توجيه اتهامات، ومن يخرج عن السرب يجب أن يتم تهميشه. أنا بقترح
نحن في عنا مجلس له خبرته واحترامه وتقديره، اللي هو المجلس العشائري الشركسي في الأردن. بس زي ما ذكرت القضايا هاي صعب عليه يخوض فيها، لأنه بصراحة هو عبارة عن مستنقع. يعني المستويات الحوارات اللي عم بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مستويات متدنية جدا ولا ترقى إلى الأخلاق الشركسية والقفقاسية. فعلينا العودة إلى الأديكة خابزة، إنشاء مجلس خلينا نقول في المرحلة الأولى، بما أنه الشركس موزعين في الشتات مجالس محلية، أو وقد تناط هذه المهمة في المجلس العشائري الشركسي الأردني، وممكن أنه نساعدهم اللي عنده خبرات في مراكز أمور التكنولوجيا والمعلوماتية. نحن على أهم تب الاستعداد أن نساعدهم ونقدم لهم خبراتنا ونشرح لهم هذه القضايا بالتفصيل. هذا المجلس بتكون منوط في إصلاح ذات البين قبل ما إنها توصل هذه القضايا للقضاء وللمحاكم، وتكون قراراته ملزمة للطرفين بغض النظر إذا كان هذا القرار في صالحي أم ضدي، يجب أن يكون ملزم. ومن يخرج عن السرب فيعني أنا برأيي لازم تهميشه. يعني بعض القضايا اللي ذكرها الأخ ديب مثلا شيء بشيء بله وجع الراس، يعني عدم مؤاخذة، ان العيب انه يتم تداول هاي القضايا بشكل علني. فضمن إطار الشتات في الدول الموجود فيها شركس لازم يتم معالجة هاي القضايا، ولاحقا في الإطار العام قد يكون من خلال الجمعية العالمية أو مجلس مختص إلى آخره. فعلينا أنه إيجاد آلية لمعالجة هذه القضايا. وسائل التواصل الاجتماعي لازم تكون للاحترام المتبادل وتبادل الآراء، ومش عيب أغير رأيي إذا اقتنعت فيه، هذا لا ينقص قيمتي أي شيء. إذا أنا اقتنعت في رأي معين ما في أي مشكلة، بس لمجرد زي ما بيقولوها بالعامية الجكر، إني أكون متزمت عند رأيي، وإذا زي ما بقولها كمان نحط في الزاوية أبلش أوجه اتهامات شخصية وأطال شخوص وأقتل شخصيتهم، هذا شيء مرفوض ومش من أخلاقنا ولا أخلاق مجتمعنا. وهذا الحكي موجه للشباب، الشباب الشركسي اللي هو المستقبل بين إيديهم، مستقبل هذه الأمة بين إيديهم حاليا. شكرا. أستاذ ديب، الكلمة الأخيرة لحضرتك، تفضل. كيف يمكن أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي؟ وسائل التواصل الاجتماعي بدي أقدم لكم تجربة صارت بهالكم شهر، بتدل كيف أنه أطراف مختلفة وصل لها سنوات تلتقي على عمل محدد وتنجزه، ومن وراها بيرجعوا وبيتصالحوا وبينفتح حوار عادي وطبيعي بيناتهم. منظمة العودة طرحت صار بسوريا، بتعرفوا أنتم بآخر فترة الوضع الاقتصادي تأزم لدرجة ما عاد معقولة. في عائلات صارت طالب بمساعدتها بالهجرة بالعودة للوطن، ما عنده أي إمكانية. ناقش الموضوع مع عدة جمعيات بالعالم، شافوا أنه هذا الموضوع فوق طاقة الجمعيات، بدها قرار دولي. فجهزوا للموضوع أنه ممكن يصير ناس تحكي للجهات الحكومية بالوطن الأم أو بالحكومة الفيدرالية الروسية، ومباشرة انتقلوا إلى نقطة ثانية، أنه ممكن نبعث أولادهم بعثة، هي أسهل وكلفتها أقل، وهدول ممكن يجيبوا أهاليهم، هدول اللي مضرورين. فجابوا 50 شاب سجلوهم بالجامعات، تكفلوا بكل مصاريفهم إضافة للمخصص الشهري. حاليا موجودين بكراسنودار وبنالتشيك. هلا مو العمل عم بحكي، مو على العمل عم بحكي، ما تبع العمل.
شارك بهالموضوع جمعيات من ألمانيا، من أمريكا، من كندا، جمعيتين من الوطن الأم، جمعيات تركية الكافيد من طرف، وجمعية تشيركس كافيد، جماعة نصرت من هون والثانيين، بيطلعوا شيء 50-60 جمعية تراك. تعرفوا الطرفين كان مختلفين، اجتمعوا بهذا المشروع، انفتح خط بيناتهم وتصالحوا وفتحوا خط حوار بيناتهم. حاليا عمل المشترك، أي عمل مشترك من طرفين مختلفين بيقاربون، بيصيروا بيفهموا على بعض أكثر، ممكن يتقبل الاختلاف تبعه أكثر. هذا اللي بدي أحكيه أنا. فهذا صار بالميديا، ما صار لا باللقاء ولا هذا. دخل اللقاءات بعدين كمان صار زيت على زيتون مثل ما بيقولوا. ندور على عمل مشترك، لأنه نحن قضيتنا أكبر من هيك بكتير. يعني راح نضيع، ننتهي، نحن على حافة الهاوية، يا أما سنندسر يا أما منوقف على رجلينا. هذا الوطن الأم فينا نعمله عامل جذب للناس، مو عامل نبذ. نحن منظمة العودة هذا اللي عم نسعى له. إذا فينا ننمي هالبلد، هلا الجانب السياسي ممكن تتوازع الناس مهامها، تصطفل، هذا يطرح التحرير، هذا يطرح كذا، هذا كذا خيو، وناس على قد حالة تطرح التنمية. فهذا كله بيتضافر بشكل أو بآخر، بيخدم بعضه. بدنا نعرف شو الثغرات اللي موجودة بالدستور الروسي. في ثغرات فيك تستثمرها. 3/4 ما بيعرف شو الدستور الروسي تفاصيله. الأخ محمد من شوي كان عم يحكي حق تقرير المصير أو حقوق الإنسان. في منظمات حقوق إنسان هون، شفت ناس من أنا. حق تقرير المصير مطروح بالدستور، بآخر فترة تعدل بنص دستوري، شبه عطله، بحيث أنه بما يتوافق مع مصالح الحكومة الروسية، بينما قبل ما كان هيك. يعني هذا النص اللي مطروح انه اتحاد الفيدرالي الروسي هو اتحاد طوعي لجمهوريات وقوميات على أرضية حق تقرير المصير المشرع دوليا. هيك كان تم هذا، بس أضافوا نقطة صغيرة انه بما يتوافق ومصالح الحكومة الروسية، النظام الروسي. فهذا تراجع. يعني كان يفترض ما ينقبل. مثلا في كذا شغلة تراجعت. نحن ضعاف وقت بنشكل قوة جماعية. خيو اتركني أنا أشتغل هالجزء هذا أنا، وأنت اشتغل هالجزء. خيو أنت، فبالأخير يصبوا بمحل واحد. فبتمنى يعني كان موضوع المجلس اللي انحكى فيه يتبلور من هالشباب اللي معنا، يشوفوا يعملوا اتصالاتهم. الميثاق عم يناقش يسكر ولا يعيد النظر بأموره وكذا. ميثاق الشرف اللي نحن حطيناه، يعني في بحالة يأس أغلبهم صاروا أنه ما في إمكانية للمعالجة. فإذا كبارية مجتمعنا الشركسي تلاقوا، وبرأيي اللي عم يشتغلوا بالسياسة هن اللي لازم ينزلوا على الميدان رقم واحد، من طرف اللي هو إسحاقات فادي اللي وصفوه بتوصيف ما، لا أقصى التيار القومي اللي له طروحات بجوز متشددة. بيناتهم في مراوحة كبيرة من الآراء والمواقف. خلونا نمشي خطوة خطوة. أنا هيك رأيي. وشكرا لاستضافتكم، وفرصة سعيدة إنه التقيت بالأخوة. اي والله شكرا. والله بشرفنا التعرف عليك يا أستاذ ديب. وإن شاء الله هذه بداية تعاون وتواصل معاكم ومع كافة الأطراف المهتمة في القضايا الشركسية وفي الشأن الشركسي. مجتمعنا الشركسي إن كان الواحد في نالتشيك ولا في دمشق ولا في عمان، إحنا كلياتنا وحدة، وحواراتنا لابد وأن تصب فيما يتعلق بمصالحنا كمجتمع وكأمة.
فإن شاء الله التواصل بيناتنا بيكون تواصل تام ومتكامل، وإن شاء الله بنوصل لمرحلة الحوار اللي كافة شعوب العالم يعني واصلت له. أنا بحكي شعوب العالم المتقدمة، وإحنا المجتمع الشركسي لا شك بأنه إحنا نطلع على أنفسنا، إحنا شعب يليق لنا كل الأمور الإيجابية من ديمقراطية وحرية التعبير. إحنا مجتمع فعليا قادرين على أن نقدر نتحاور مع بعض بهذا الأسلوب. الأدية خابزة بتفتح لنا المجال لهذا الموضوع. إحنا قادرين، عاداتنا وتقاليدنا الكبير والصغير بيحترموا بعض، المرأة لها احتراماتها، الأشخاص اللي بيعرضوا آرائهم لهم احترامهم. فإن شاء الله إحنا بنرجع لعاداتنا وتقاليدنا، واللي أنا بعتقد أنها متطورة أكثر من أي طرف ثاني ممكن أنه يكون هو بده يعلمنا الديمقراطية. قبل ما ننتهي من هذه الحلقة، أنا بحب كمان أنوه للتعليقات اللي وردتنا على هذه الحلقة، وبنصح الكل أنه يراجع ويقرأ التعليقات كلياتها، لأنه في تعليقات ممتازة جدا وهي بتكمل الحلقة اللي إحنا حكيناها اليوم. مجتمعنا الشركسي بخير، مجتمعنا الشركسي إن شاء الله من الأفضل للأفضل، وإن شاء الله بداية حواراتنا تكون وسيلة إنه مجتمعنا الشركسي يحقق الأماني تبعته. في نهاية هذه الحلقة بدي أتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ ديب قات والمهندس كمال جلوقة والأستاذ محمد الداغستاني. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم معنا. وأعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم لهذه الحلقة. أسعد الله وطيب الله أوقاتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى. شكرا.